انتوا متخيلين انه هاي البقلاوة عملتها ب10 دقايق؟ متخيلين انه هاي البقلاوة بحشوة اقتصادية؟ انتوا متخيلين انه طعمها بشهي القلب؟ وضروري تقوموا تجربوها بعد هذا الفيديو على طول، لانه كل من رح يدوقها عندك رح يستغرب تماما انه هاي انتي عملتيها بالبيت وطالعة معاكي هالقد بتشهي القلب. سهلة وبسيطة و10 دقايق من وقتك بتكون جاهزة. يلا ننزل على التعليقات كالعادة، نصلي على الرسول، اكسب اجر انا وانتو. احبائي الدنيا رمضان، كسبوني اجر معاكم. اضغطوا لايك لهذا الفيديو لحتى دايما جديد الصفحة يوصلكم اول باول، ولو حابين تاخذوا هالفيديو مشاركة على صفحاتكم، ايمت ما حبيتوا تطبقوا الوصفة بيكون هالفيديو مرجع لإلكم، ونقول بسم الله ونبدأ بالوصفة. كيف ما عم بتشوفوا معي عندي هون 1.5 كوب من السكر، رح أضيف عليهم 1.5 كوب من المي. أنا بدي قطر اللي هو نفسه الشربات أو الشيرة يكون معي تقيل. رح أضيف له عصرة ليمون أو شرحة ليمون، وبرفع طنجرتي على النار. أول ما بيغلي معي بهذا الشكل بوطي الحرارة وما بحركه، بحسب له 5 دقايق ليدوب معي السكر تماما، وبسيبه ليبرد معانا تماما. عندي هون 2 كوب من الحليب، رح أضيف عليهم 2 معلقتين من الكاسترد. فيكي لو مش متاح عندك الكاسترد تعملي القشطة الاقتصادية، أنا عملتها معاكم قبل فترة على الصفحة، فيكم تكتبوا بالبحث القشطة الاقتصادية مطبخ ملك عبد العال بتظهر لكم تمام. وممكن تعملوا المهلبية العادية، ولكن ما بنضيف سكر أبدا. ضفت لكل 1 كوب من الحليب 1 معلقة كبيرة مليانة من الكاسترد. أنا استخدمت 2 كوب من الحليب، ضفت لهم 2 معلقتين كبار من الكاسترد. دمجت المكونات مع بعض على البارد. بعد هيك برفع طنجرتي على النار مع استمرار التحريك ليشد عندي الخليط ويتماسك بهذا الشكل. ولو استخدمتوا النشا المهلبية فيكم انه تضيفوا لكل 1 كوب من الحليب 1 معلقة كبيرة مليانة من نشا الذرة، عادي ما في اي مشاكل. انا ايام بعملها هيك وايام بعملها هيك. والناس اللي بتحب تدلل حالها، حشوة المهلبية لو عملتوها وضفتوا عليها فستق حلبي ولا احلى ولا اروع. هون عندي لفة كولاج موجودة عند اي سوبر ماركت، بتركها لتدوب معنا تماما، دايما هي بتكون مثلجة. بعد هيك باخد صينية مقاس 20 تمام، وباخد المقاس بالطريقة والشكل اللي واضح قدامكم. انا بس حطيت الطبق كيف ما عم بتشوفوا، وبعد هيك بالسكين تمام بقصقصها بالطريقة اللي واضحة قدامكم مثل ما هو واضح قدامكم بالفيديو. هذه القصقصة رح نستخدمها، بس مبدئيا بشيلها على جنب. خلصتها وقطعتها، هلأ رح ننتقل لطريقة التطبيق. عندي هون 2 معلقتين من السمنة، مش أكتر من هيك، سيحتهم على النار تمام. باخد أول 1 معلقة وبدهنها بالطبق بالطريقة اللي واضحة قدامكم. رح اخذ نص كمية الكولاج وبحطها بالطبق. يعني انا الكولاج بقسمه من النص، لو كانوا عندك 6 7 8 اقسميهم من النص حسب الكيس اللي انت جايبتيه. كمية القصقصة اللي احنا قصقصناها بنحطها بالوسط، اخذت جزء منها وحطيتها بالوسط تمام. بعد هيك بنزل بكمية الكاسترد اللي أنا عملتها، بوزعها بالطريقة والشكل اللي واضح قدامكم. حاولوا مش كتير تقربوا على الأطراف عشان يضل معاكم شكلها كتير مرتب. راح أخذ باقي كمية القصقصة تمام وبفردها، وهيك أنا ما بكون خسرت ولا أي إشي من الكولاج. راح أخذ الجزء الثاني وبغطيها بالطريقة والشكل اللي واضح قدامكم. كتير مهم عنا هون إنه نستخدم سكين تكون حامية وبنفس الوقت رفيعة، ما تستخدموا السكين العريض لحتى تتقص معاكم بشكل كتير مرتب. بطبيعة الحال الكولاج بيكون كتير رفيع تمام، وبكون كتير طري. إذا استخدمتي سكين حامية بيتقصوا معاكي أو بيتقطعوا بكل سهولة. قطعته أنا على شكل مثلث بالطريقة والشكل اللي واضح قدامكم، وكنت كتير حذرة تمام. وهلأ رح استخدم 1 معلقة تانية من السمنة، بدهنها على الوجه بالطريقة والشكل اللي واضح قدامكم. بعد هاي الخطوة على طول بغطي وشها تمام بأي فوطة مطبخ عندي، وبتركها تهدى 10 دقايق. وهون السر تمام. بعد هيك بدخلها على الفرن على درجة حرارة 200 على الرف الأول من تحت، وبدك تخلي عينك عليها. من الشغلات اللي بتتحمر معاكي بسرعة بسرعة بسرعة. أول ما بتتحمر معاكي من تحت على طول بتضوي عليها الشواي من فوق وبتخلي عينك عليها، رح تلاقيها انتفخت معاكي تمام. هيك بتكون هي ناجحة معاكي 100% ومش معتازة لسمنة أكتر من هيك. هون القطر عندي تقيل وبارد تمام. على طول أول ما تطلعها من الفرن بسقي فيها الشربات أو القطر بارد كيف ما شفتوا. هي طيبة باردة مو طيبة سخنة أبدا، ولكن أنا استعجلت عشان بدي أخلص تصوير فقطعتها قدامكم سخنة، ولكن قدموها باردة
عن جد من اللي بيشتهيها قلبكم. يعني على الأقل سووها واتركوها مركونة، يعني مش أقل من ساعة. شوفوا ما شاء الله عن جد بتشهي، ولازم تجربوها. بالهنا والشفا مقدما، وباي باي.